مين قال إن المكرونة لازم تبقى حمرا بس؟ جربوا تعملوا البيستو باستا في البيت، مكرونة بصوص الزبدة والريحان والثوم بطريقة المطاعم، خطيرة طعمها حلو جدا، جاهزة في أقل من نص ساعة. عشان نعمل الصوص هنحتاج تقريبا كده كوباية من ورق الريحان، كوباية من ورق الكزبرة الخضراء، شوية من ورق النعناع الفريش أو النعناع المجفف لو مش متوفر، كام فص من الثوم، عصير ليمونة كبيرة. هنضرب الكلام ده كله مع بعض في الخلاط لحد ما يبقى عندنا صوص أخضر بالشكل ده. في طاسة على نار متوسطة هنحط معلقة كبيرة من الزبدة وعليها معلقتين كبار من زيت الزيتون عشان الزبدة ما تتحرقش. ممكن نعملها على فكرة كلها بزيت الزيتون بس أو بزيت عادي لو مش متوفر. وبعدين جبت كيس من الجمبري المجمد اللي هو بيبقى تقريبا نص كيلو، بيبقى حجمه وسط كده، غسلته كويس، نقعته في مية لحد ما فك وغسلته كويس وصفيته. وهنزل بالجمبري المتصفي في الزبدة والزيت كده ياخد تشويحة بسيطة، وهتبل بملح، كمون، كزبرة، بودرة بصل، وشوية من الأوريجانو، وشوية من بهارات السمك أو البهارات المشكلة. دقيقتين 3 كده مش أكتر لحد لمّا لونه يتغيّر، وبعدين هازُقّه كده في الطاسة عشان ما اوسّخش مواعين كتير. بعدين هننزل بالصوص اللي إحنا عملناه في الزبدة والزيت ومرقة الجمبري اللي نزلت، ياخد تشويحة بسيطة 3، 4 دقايق على نار متوسطة. ما نطوّلش أوي على الصوص في الخطوة دي عشان ما يغمقش ويفضل محتفظ كده باللون الأخضر الحلو ده. وبعد كده باقلّب كلّه مع بعض، وهنا هاضيف تقريبًا كده كوباية إلا ربع من كريمة الطبخ أو الheavy whipping cream للناس اللي عايشين برّه. باسيبهم برضه 3، 4 دقايق كمان بس الصوص كده يتشرب من بعض، وياخد غلوة عشان كريمة الطبخ. وهنا باكون بصيت على المكرونة، باكون حاطاها الناحية التانية، خلاص اتسلقت. وطبعًا أي نوع مكرونة ينفع في الوصفة دي. باصفّيها كويس أوي، وبانزل على الصوص اللي أنتم شايفينه بيغلي بسيط كده، وبنقلّب كمان دقيقتين 3 وخلاص كده الطبق جاهز معانا. شايفين الموضوع سهل إزاي وكلّه في طاسة واحدة، ولذيذة وطعمها حلو جدًا ومغذية. وممكن كمان تتعمل بفراخ أو بمشروم أو من غير حاجة خالص، طعمها خطير وهتعجب الولاد. وكلمسة أخيرة ممكن نحط شوية من الجبنة البارميجان لو متوفرة. حلو أوي، أوي، طبق مطاعم، طعمه حلو جدًا، شكله شيك، ينفع في الأزمات أو في الأيام اللي إحنا مكسلين نعمل فيها أكل، وهيعجب البيت كله ومش هياخد معاكِ أكتر من نُص ساعة. متأكدة إن أنتم لو جربتوها هتعجبكم جدًا وهتعملوها كتير. وهاستنى أشوف تعليقاتكم الحلوة كالعادة في الكومنتات. استنوني إن شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة.